خفض المصروفات للطلاب السودانيين، المصروفات الدراسية بخصم 70% اعتبار من العام الماضي، يعني بأثر رجعي. ماذا يعني في ظل ما المطالبة برحيل الأغراب عن البلد؟ نعم، احنا استضفنا السودانيين وتم تحرير السودان والأمورهم أحسن من الأول بكثير. فلماذا هذه التخفيضات؟ هل هو دعم لوجودهم واستمرار وجودهم في مصر على حساب المواطن المصري وعلى حساب الطالب المصري؟ هل الطلبة المصريين الفقراء يعاملون نفس المعاملة بخصم 70%؟ وخاصة أن صندوق النقد الدولي قال يعني أن نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر، اللي هو حدده بحوالي أكتر من 60%. هل هذه التخفيضات تشمل على الطالب المصري يعني، او حتى الوافد المصري اللي جاي، اللي كان بيتعلم بره وجاي هياخد هذه التخفيضات؟ هل التخفيضات ديت اللي هي من مال الشعب ياخدها ناس اغراب ليه واحنا بنستلف ومديونين؟